الشمس دوت تحت 40 متر. المقبرة الجنوبية بتاعت زوسر كلها ذوقها راقي، أبيض وتركواز. أما جه يعمل الأعمدة من البوص، من زعف النخل آسف، وابتدى إن يعمل له لسان يخش في الجدار عشان يمسك، وشواشيه في الآخر تبقى هي التاج زي ما احنا شايفين فوق. وخلى نهاية السور كبرات تعابين تحميه. وأما رسم نفسه ونحت نفسه زوسر اللي هو الملك، اللي هو الهرم كان يتوسط الفناء بتاعه ده، امحوتب خلق حاجة جديدة قوي، خلق ان يوصل للشبه بالرقم. ودي حاجة جديدة ما اتقالتش. يعني ايه؟ يعني ان مفيش خطأ لأي نحات اما يجي ينحت ملك، لانه اشتغلوا بالرقم. يشيل من هنا 2، يشيل من اللي بعده 1، يشيل من اللي بعده نص، وهكذا. يشيل يمين قد ايه، يشيل شمال قد ايه. في مانيفستو للكاركتر بتاع كل ملك بيتقدم اللي هو النحات الرئيسي بتاع اي ورشة. وعشان كده مفيش تماثيل معوجة ولا معروجة ولا ليها خلق مختلفة، لا هي خلقة واحدة. وقدر يعملها امحوتب، يحط القاعدة بتاعتها انك انت تشيل بالرقم، وانه يرقم كل نقطة في التشريح بتاع البورتريه او الوش نفسه. ده اختراع امحوتب، وده مش مكتوب ومش متقال كتير، ولازم واحد تاني زي شامبليون يكتشف لنا المانيفستو ده. في الكاركتر، ليه رمسيس هو رمسيس؟ ليه امنحوتب الثالث هو امنحوتب الثالث؟ ما غلطش مهما كانت تماثيله، بسبب امحوتب حط القاعدة والقانون في ازاي تجيب الملامح. اتفضل. الارش اللي هو يغطي السقف بتاع مبنى يوصل ل6 و8 متر السقف، عمل قاعدة وقانون وابتدى الطلبة يدرسوها. دي استراكة زي شقفة من الحجر عليها النقط اللي يشيل بيها الأرش، 5 نقط بيبين للطالب المهندس ازاي ان هو يشيل الأرش. الأرش هنا اختراع مصري من ايام امحوتب، قبل الأرش بتاع البطالمة الجريك رومان. كل دولت هم بيدرسوا لحد النهاردة الطلبة في الهندسة في جامعات أوروبا إن الأرش اختراع بطلمي. لا، هو اختراع مصري، اختراع مصري قبليه ب2000 سنة. وما جم البطالمة اسكندرية لقوه موجود في الطوب الني، في هابو، موجود في الرمسيوم، موجود في حاجات كتيرة قوي، موجود بالحجر في زوسر من 4500 سنة. واحنا راسمينه اهو عشان نبين القرش اتعمل ازاي. اتفضل.